بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة ابتدأنا في التعليق على منظومة الدرة البهية في علم القواعد الفرضية للبعلي رحمه الله. ومعلوم أن علم الفرائض من أنواع علوم الفقه، وهو من العلوم التي تمس حاجة الناس، والناس محتاجون إلى هذا العلم. وقد سمى بعض العلماء رحمهم الله هذا العلم نصف العلم. ومن أوجه ذلك أن للناس حالين: حالة الحياة وحالة الوفاة. ففي حالة الحياة يحتاجون إلى أحكام الفقه في العبادات والمعاملات، وبعد الوفاة يحتاجون إلى علم الفرائض. وعلم الفرائض ولله الحمد علم سهل وعلم ميسر وليس فيه صعوبة، ولكنه يحتاج إلى شيء من الجد لضبط قواعده وشروطه وأحوال الورثة فيه ولضبط الورثة. ولذلك سماه بعضهم علم الشهر، فقالوا هو علم شهر وفخر دهر، أي أن الإنسان يستطيع أن يضبطه في شهر. وفي تصور القاصر والعلم عند الله أنه لا يحتاج إلى ضبط قواعده وأحوال الورثة وشروطهم وأدلة إرثهم ونحو ذلك إلى الشهر. الطالب الجاد لا يحتاج إلى الشهر، بل يحتاج إلى ما هو أقل من الشهر. وبعضهم يسميه علم الساعة، أي أنك تضبطه في وقت قصير ولكنه أيضا ينسى في وقت سريع. ولذلك جاء أن هذا العلم ينسى. جاء في بعض الأحاديث التي يحتاج ثبوتها إلى نظر أنه علم ينسى، والواقع يؤيد ذلك، أنه علم ينسى، وذلك لقلة الاشتغال به عند كثير من الناس. فترى عزوفا كبيرا عن التخصص في علم الفرائض وطول مذاكرته والاهتمام بمدارسته. ولذلك من الأمور التي تعين على ضبط علم الفرائض أن يربط الإنسان الأحكام بأدلتها. يعرف مثلا الزوج يرث كذا بدليل كذا. ومن أهم الوسائل لضبطه كثرة التطبيقات العملية والمسائل. ولذلك إذا أكثر طالب العلم من تصور المسائل وحلها فإن ذلك مما يعينه على ضبط علم الفرائض، خاصة ما يتعلق بشروط الورثة وأحوال مواريثهم. وكان بعض السلف يقول: إذا أردت أن تضبط علم الفرائض فأمت جيرانك. ليس معناها أنك تميتهم ميتة حقيقية، إنما تتصور في ذهنك أن فلانا جارنا الفلاني توفي وله زوجة وله كذا وكذا من الأولاد الذكور والإناث، ثم بعد ذلك تقسم للزوجة كذا وللابن كذا وللبنت كذا. أو تتصور أنك أنت الذي مت، ولا يقول الإنسان أنا أتفاءل على نفسي بأنني أموت. هذا تصور ذهني لضبط العلم. من الأمور التي تعين على ضبط علم الفرائض أن تحفظ متنا علميا في هذا الفن. فلذلك يكون طالب العلم مستحضرا للمسائل، لأن التفريعات غالبا ما تذهب وتشرد عن الذهن إذا لم يكن مع الإنسان متن يحفظه. ونقرأ إن شاء الله في كلام الناظم رحمة الله عليه، لأننا أخذنا بالأمس المقدمة وليس فيها كثير شيء يحتاج إلى مراجعة. هذه المقدمة التي علقنا عليها في مجلس البارحة لم يتكلم الناظم البعلي عن فضل علم الفرائض الذي تكلم عنها الرحبي، فأغفل في هذه المقدمة فضل علم الفرائض، لم يذكره، إنما أشار إليه في نهاية المنظومة، وسيأتي معنا التعليق عليها في حينه إن شاء الله. لم يتكلم الناظم البعلي أيضا عن الحقوق المتعلقة بالتركة، ولعله لم يتكلم عنها تبعا للرحبي، لأن الرحبي لم يذكرها أيضا، ولم يتكلم عن الحقوق المتعلقة بالتركة. ولو أن الناظم البعلي ذكرها لكان أجود، لأنه ذكر أبوابا لم يذكرها الرحبي، كباب أركان الإرث وباب شروط الإرث ونحو ذلك من الأبواب التي أشرنا إليها في مجلس البارحة. والحقوق المتعلقة بالتركة ما هي؟ من خلال مدارساتنا لمتون سابقة ذكرنا أن الحقوق المتعلقة بالتركة 7 ولا 10؟ 5. أحسنتم ما شاء الله. الأول نراجعها سريعا: مؤن التجهيز. والمراد بمؤن التجهيز هو ما يحتاج إليه الميت من حين وفاته إلى أن يوارى في قبره. نحتاج إلى ماء لنغسله، نشتريه إذا كان يشترى، نحتاج إلى شراء كفن، أجرة حفار ونحو ذلك من الأمور التي تحتاجها مؤن التجهيز. والمراد بمؤن التجهيز التي تخرج من التركة هي المؤن الشرعية التي توافق الشرع والعرف الصحيح. أما ما أحدثه كثير من الناس من المحدثات ومن المنكرات
في التجهيزات للموتى فإن ذلك ليس بداخل. إذن هذا الحق الأول من حقوق التركة. الحق الثاني هي الديون المتعلقة بعين التركة، أن يكون قد رهن شيئا من أعيان التركة في حياته فنقوم بإطلاقه، ولها صور كثيرة، سواء كانت من الزكاة، عنده مثلا 40 سائمة من بهيمة الأنعام أو من الغنم وهي موجودة فتعلقت الزكاة بعينها. الحق الثالث الديون المرسلة أو الديون المطلقة المتعلقة بذمة الميت، اقترض قرضا عنده ثمن مبيع لم يسدده، عنده أجرة عامل لم يعطها له، ونحو ذلك من الديون المرسلة. وسميت ديونا مرسلة لأنها لم تتعلق بعين من أعيان التركة، بخلاف الديون المقيدة التي تعلقت بعين من أعيان التركة. ولذلك عندنا حقوق التركة وحقوق متعلقة بعين التركة، فبينهما فرق. الحق الرابع وهو الوصية، والوصية لا بد أن تكون في أمر مباح، وأن تكون في حدود الثلث فأقل، وأن تكون لغير وارث. فإذا كانت في أمر غير مباح فإنها لا تنفذ حتى لو أجازها الورثة، لأن حكم الشارع مقدم على رضا الورثة. فلو أنه أوصى بأن تبنى دار للهو ولممارسة الأمور المحرمة فقال الورثة لا بأس، نحن ما عندنا مشكلة، فلا تنفذ هذه الوصية. فإذا لم تكن في أمر مباح فإنها لا تنفذ. إذا كانت في حدود الثلث فأقل فإنها تنفذ دون إجازة الورثة، أما ما زاد عن الثلث فلا بد من إجازة الورثة. إذا كانت لوارث فإنه لا بد من إجازة الورثة، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. له نصيب في التركة، لماذا نعطيه أكثر من نصيبه؟ ولذلك تجدون بعض الناس إذا مات في مثل هذه البلاد يوصي بالجنبية مثلا للولد الصغير لأصغر أبنائه، هذا معروف هنا في هذه البلاد، يوصي بالجنبية لابنه الصغير، هذه وصية غير نافذة إلا إذا أجازها الورثة. هذا الصبي الصغير والابن الصغير أليس له نصيب في التركة؟ له نصيب في التركة، لماذا نعطيه أكثر من حقه؟ فإذا أجاز الورثة ذلك فتنفذ هذه الوصية، وإلا فإنها غير نافذة. فإذا أوصى بمحرم فلا تنفذ وصيته. لو قال الورثة أنتم تطلبون إجازتنا فيما زاد عن الثلث وفيما إذا كانت الوصية لوارث، لماذا لا تجيزون إجازتنا فيما إذا كان الأمر في أمر محرم أو كانت الوصية في أمر محرم؟ نقول إن حكم الشارع مقدم على رغبتكم. فلو أن اثنين تراضيا على معاملة الربوية قالوا نحن تراضينا، إيش دخلكم فينا؟ لا، ليس رضاك معتبرا إلا إذا كان موافقا لرضا الشارع، فحكم الشارع مقدم على رضا الخلق. وعلى كل حال فهذه الأحوال أو الحقوق المتعلقة بالتركة، وهي الخمسة التي لم يذكرها الرحبي ولا البعلي رحمة الله عليهم. قال الناظم رحمة الله عليه وجزاه الله عنا خيرا: باب أسباب الإرث. باب أسباب الإرث أو باب أسباب الإرث بالقطع والإضافة، لا حرج في هذا ولا هذا. هذا الباب هو الباب الأول الذي عقده الناظم رحمة الله عليه، وهو باب من الأهمية بمكان، لأننا نعرف به الذي يرث من هذا الميت بأي سبب يرث، ما هي العلاقة بين هذا الميت وبين هذا الحي، لأنه قد يموت تاجر من التجار فيقول بعض الناس أنا أرث من هذا الميت، نقول له بأي حق وبأي سبب ترث؟ هل أنت ابن؟ هل أنت قريب؟ هل هي زوجتك؟ ونحو ذلك من الأسباب التي هي معلومة لديكم وسيذكرها الناظم رحمة الله عليه. قال باب أسباب الإرث. جرت عادة العلماء أنهم يصنفون كتبهم إلى كتاب وباب وإلى فصل ونحو ذلك مما هو معلوم. والباب كما هو معروف هو المدخل إلى الشيء، تستطيع أن تدخل إلى البيت من خلال بابه من الخارج إلى الداخل وترتفق وتنتفع بمرافق هذا البيت. فسميت أبواب العلم أبوابا لأن الإنسان يدخل من خلالها إلى ضبط العلم، ولذلك يقسمون المصنفات والمتون إلى أبواب، فيجمعون في الباب جملة من المسائل العلمية المتشابهة في الحكم والمتقاربة في الحكم. ولذلك لا تستطيع أن تدخل إلى البيت إلا من بابه، ولا تستطيع أن تدخل إلى العلم إلا من أبوابه، فسميت أبواب العلم أبوابا لمثل هذه الحكمة. فعبر المصنف رحمه الله هنا بالباب لأنه مدخل إلى العلم. قال باب أسباب الإرث، أي باب أسباب التوارث التي يحصل بها التوارث بين الحي والميت. والعلماء رحمهم الله يذكرون أسباب الشيء لأن
الحكم لا يكون إلا بتوافر أسبابه وشروطه وأركانه وانتفاء موانعه، ولذلك يذكرون أسبابا وشروطا وأركانا وموانع كما سيذكرها الناظم. قال: باب أسباب الإرث، أي سأذكر لك في هذه الترجمة الأسباب التي يحصل بها التوارث. قال: أسباب ميراث نكاح ونسب ثم ولاء ما سواهن سبب. الناظم هنا ذكر أسباب الإرث في بيت واحد، بينما الرحبي ذكرها في بيتين، وهذا من أوجه الاختصار عند البعلي رحمة الله عليه. قال: أسباب ميراث. الأسباب جمع سبب، والسبب كما هو معلوم هو الذي يتوصل به إلى غيره، وسمي السبب سببا لأن وجوده يوصل إلى وجود الحكم. فالسبب سواء كان حسيا كالحبل في الدلو أو كان معنويا كالعلم، هذا هو السبب من ناحية اللغة. أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، واحترازات هذا التعريف مبسوطة في كتب علماء الأصول. قال: أسباب ميراث. سيتكلم هنا عن الأسباب المجمع عليها، لأن هناك أسبابا مجمعا عليها وهناك أسبابا مختلفا فيها، فالناظم رحمه الله هنا سيتكلم عن الأسباب المجمع عليها، ولذلك قال: أسباب ميراث، أي التي يحصل بها التوارث بين الحي وبين الميت. قال: أسباب ميراث نكاح ونسب. السبب الأول هو النكاح، والنكاح في اللغة هو الضم، يقال: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. أما في الاصطلاح فهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. فلو أن إنسانا عقد على امرأة، رجل عقد على امرأة، ثم بعد ذلك بعد العقد توفيت هذه المرأة، لم يخلو بها ولم يحصل بينه وبينها وطء، لم يحصل وطء ولا خلوة، يرثها أو لا يرثها؟ يرثها، لأن الله عز وجل يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وذكر كذلك في ما يتعلق بالنساء: ولهن الربع مما تركتم. فعلق الله إرث الزوجين بمجرد العقد. فلو أن إنسانا في المشرق عقد على امرأة في المغرب، لم يرها ولم يخلو بها ولم يحصل بينهما خلوة ولا وطء، ثم مات أحدهما، يرثه الآخر. شخص بعد العقد من شدة الفرح جاءته سكتة قلبية، مات، خلاص ترثه هذه المرأة، هي ماتت. واضح؟ يضحكون الإخوة العزاب عندما يذكر أمر الزواج. سيسهل الله الأمر إن شاء الله لنا ولكم. لا لنا خلاص، نحن قد تجاوزنا القنطرة. الشيخ الحميدي لأن الميكروفون هذا متعب. على كل حال، إذا حصل العقد الصحيح فإنه يحصل به التوارث بين الزوجين. فقولهم عقد الزوجية أخرج ما لم يكن هناك عقد، أخرج السفاح مثلا والعياذ بالله. لو أن رجلا زنى بامرأة، هل يرثها؟ لا يرثها. وهل هي ترثه؟ لا. فعقد الزوجية أخرج السفاح وأخرج فترة الخطوبة. لو أن إنسانا خطب امرأة وطالت فترة خطوبته سنة سنتان ثم ماتت هذه المرأة، هل يرثها؟ لا يرثها. فالعبرة بمجرد العقد. إذا حصل العقد الصحيح فإنه يحصل به التوارث. عقد الزوجية الصحيح أخرج النكاح الفاسد وأخرج النكاح الباطل عند من يفرق بينهما، ومنهم الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. ومن باب الفائدة فالنكاح الفاسد عندهم هو الذي اختل شرط من شروطه أو ما كان فيه خلاف بين أهل العلم، كالنكاح بدون ولي والنكاح بدون شهود ونحو ذلك من أنواع النكاح. النكاح الباطل هو النكاح المجمع على تحريمه، كما لو تزوج إنسان حرة خامسة، لو تزوج امرأة خامسة لا يجوز له، هذا نكاح باطل. إيش أثر الفرق أو ما الفائدة من التفريق بين النكاح الفاسد والباطل؟ هناك آثار وفروق ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، منها مسألة التفريق، هل نحتاج إلى طلاق أو فسخ أم لا؟ في النكاح الفاسد لا بد من طلاق أو فسخ، في النكاح الباطل يفرق بينهما مباشرة، لا نحتاج فيه إلى طلاق ولا إلى فسخ. كذلك ما يتعلق بالعدة، العدة في الطلاق الباطل ليس هناك عدة، إنما في النكاح الفاسد يعامل معاملة الصحيح في مثل هذا الأمر. فعلى كل حال قولهم عقد الزوجية الصحيح أخرج النكاح الفاسد والباطل. خلاصة الأمر أن السبب الأول من أسباب الإرث هو النكاح، فإذا وجد النكاح فإن التوارث يحصل بين الزوج والزوجة، والدليل على ذلك: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم، والإجماع منعقد على أن النكاح سبب من أسباب الإرث. طيب لو حصل الطلاق
نذكر ذلك من باب إتمام الفائدة. لو حصل الطلاق بين الزوجين هل يتوارثان أم لا؟ الطلاق كما هو معلوم لا يخلو من حالين: طلاق رجعي وطلاق بائن. والبينونة كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين: بينونة كبرى وبينونة صغرى. الطلاق الرجعي إذا مات أحد الزوجين في خلال العدة فإن التوارث قائم. طلق رجل زوجته طلقة واحدة وقبل انتهاء العدة مات، ترثه، واضح؟ ثم لو أنها ماتت يرثها. لماذا؟ لأن الرجعية في حكم الزوجة، ولذلك قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن. فسمى الله المطلق الرجعي بعلا، أي زوجا لهذه المرأة. فالطلاق الرجعي لا إشكال في التوارث فيه، سواء كان في حال المرض أو في حال الصحة. أما من ناحية البينونة فإذا طلق امرأة طلاقا بائنا، طلقها الطلقة الأولى مثلا ثم راجعها، طلقها الطلقة الثانية ثم راجعها، فطلقها الطلاق الثالث، هذه تبين منه. طيب لو أنه توفي ننظر هل طلقها في حال الصحة أو في حال المرض. لو أنه طلقها وهو صحيح معافى هذه لا ترث، واضح؟ فإذا طلق زوجته طلاقا بائنا في حال الصحة فإنها لا ترثه لانقطاع سبب التوارث وهو الزوجية فيما بينهما. طيب لو طلقها في حال المرض ننظر هل هذا المرض مرض مخوف بمعنى أنه مرض الموت أم أنه مرض ليس بمخوف. شخص عنده زكام مثلا وطلق امرأته طلاقا بائنا، هذه لا ترثه، لأن هذا المرض غير المخوف يعتبر في حكم الصحيح. لكن لو أن إنسانا طلقها في مرض موته المخوف الذي يلحق به الموت غالبا، ننظر هنا هل طلقها بقصد حرمانها من الميراث أم طلقها بدون هذا القصد. كيف نعرف هل قصد أو لم يقصد؟ يظهر هذا من قرائن الحال. لو أنها ملت من خدمته، طال مرض هذا الرجل، هذا الزوج طال مرضه، ثم بعد ذلك قالت أنا سئمت من هذا الرجل خلاص طلقني، فطلبت الطلاق، هل في هذه الحالة نقول هو متهم بقصد حرمانها من الميراث؟ لا، لأنها هي التي طلبت. لكن لو أنه تزوج امرأة مثلا صغيرة ومعه أولاد كبار ونحو ذلك والتركة كبيرة، فقال له أولاد هذه المرأة ستأخذ ثمن التركة، وهي يعني لم تجلس معك فترة طويلة ولم تقم بما يقابل هذه التركة ونحو ذلك، فقال خلاص نحن نطلقها. في مثل هذا الحال نقول هذا متهم بقصد حرمانها من الميراث. ليش طلقها؟ ليس بينه وبينها مشكلة ولم تطلب الطلاق، إذن لم يطلقها إلا لشيء في نفسه. فإذا طلقها بقصد حرمانها من الميراث فإننا نورثها منه معاملة له بنقيض قصده، وقضاء الصحابة في هذا ظاهر. فعثمان رضي الله عنه عندما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر بنت الأصبغ الكلبية، عندما قامت عند أمير المؤمنين عثمان احتمال أن عبد الرحمن بن عوف طلقها بقصد الإضرار بها، مع أن هذا مستبعد في حق الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قد ثبت أنه طلقها لأنها طلبت الطلاق، وكان لسوء في أخلاقها ولأمر بينها وبينه، فطلقها في حال المرض عندما طلبت. ومع ذلك عندما قام احتمال أنه قصد الإضرار عند أمير المؤمنين عثمان ورثها منه، وورثها منه بعد انتهاء عدتها. ولذلك فإذا قصد المطلق في مرض الموت حرمان زوجته من الميراث فإنها ترث سواء كانت في العدة أو بعد العدة. وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله، أنها ترثه في العدة وبعد العدة، لكنهم يقولون ما لم تتزوج وما لم ترتد. ما لم ترتد لا إشكال، لا ننازع الأصحاب في ذلك، لكن ما لم تتزوج إيش الإشكال أنها تتزوج برجل آخر؟ قالوا لا ترث المرأة من زوجين. طيب نحن لا نورثها من زوجها الأول لأنه زوج، إنما نورثها منه معاملة له بنقيض قصده. فهمتم ليش ورثناها من زوجها الأول؟ لأنه قصد حرمانها من الميراث. هل هذا القصد يتغير أنها تزوجت بزوج آخر أو لم تتزوج؟ لا يتغير. فخلاصة الأمر أن المطلقة طلاقا بائنا في حال مرض الموت ترث منه سواء كان في العدة أو بعد العدة، تزوجت أو لم تتزوج، ما لم ترتد. فإذا ارتدت فإنها قد قطعت حقها من الميراث بحصول مانع من موانع الإرث، وهذا فيما إذا كان قاصدا حرمانها من الميراث. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن أمر النسب، عن أمر النكاح، وهو السبب الأول من أسباب الإرث التي ذكرها الناظم رحمة الله عليه. قال أسباب ميراث نكاح ونسب. السبب الثاني وهو النسب، وهذا يعتبر
هذه الأسباب أقواها، لأن الإنسان قبل أن يكون زوجا هو إما ابن وإما أخ وإما عم ونحو ذلك. وسمي النسب نسبا لأن الإنسان ينسب إلى أبيه، يقال فلان ابن فلان فيضاف إليه، ولذلك سمي نسبا. والنسب في اللغة هو القرابة، وبعضهم يسميه الرحم. وفي الاصطلاح هو اتصال بين إنسانين في ولادة قريبة أو بعيدة. اتصال بين إنسانين، بين رقم واحد ورقم اثنين، بين الابن وبين الأب. اتصال بين إنسانين في ولادة قريبة. أنت وأخوك تشتركان في ولادة قريبة أم بعيدة؟ قريبة، وهو الأب والأم. أنت وعمك تشتركان فين؟ تشتركان في ولادة بعيدة وهي في الجد. فالنسب اتصال بين إنسانين في ولادة قريبة أو بعيدة. والأدلة التي تدل على الإرث بالنسب هي الأدلة الواردة في ميراث الأم وفي ميراث الابن وفي ميراث الأب والبنت وغير ذلك. والإجماع منعقد على أن النسب سبب من أسباب الإرث. فقال الناظم هنا: أسباب ميراث نكاح ونسب. وليس المقصود أننا لا بد أن تجتمع هذه الأسباب، لا بد أن يجتمع النكاح وأن يجتمع النسب وأن يجتمع الولاء، لا. وقول الناظم هنا ونسب بمعنى أي نكاح أو نسب. فالنسب سبب من أسباب الإرث، وهو أقوى الأسباب كما أسلفنا، لأنه سابق لغيره، ولأنه يحجب غيره نقصانا وحرمانا كما سيأتي معنا إن شاء الله في أبوابه. جهات النسب ثلاثة كما مر معنا في دروس سابقة: الأول أصول، الثاني فروع، الثالث حواشي. الأصول هم الذين ينتمي إليهم الميت، وإن شئت فقل هم الذين يتفرع منهم الميت. الأب أصل، الأم أصل، الجد أصل، وهكذا. فالأصول سواء كانوا ذكورا أو إناثا سيأتي ضابط الوارث منهم وغير الوارث. الفروع هم من يتفرعون من الميت أو من ينتمون إلى الميت. الابن فرع، البنت فرع، بنت الابن، ابن الابن، كلهم فروع. ابن البنت فرع ولا هم فرع؟ فرع، لكن الفروع منهم الوارث ومنهم غير الوارث. الحواشي هم فروع الأصول، من ينتمون إلى أصول الميت. الأخ من الحواشي، العم من الحواشي، العمة، الخالة، الأخت، الأخ، وهكذا. فهؤلاء هم الحواشي. نأتي إلى الأمر المهم، وهو ضابط من يرث منهم ومن لا يرث. وهذه المسألة في غاية الأهمية، أن يضبط طالب العلم هذه الضوابط حتى يعرف. يأتيك مثلا فلان من الناس تقول له أنت لا ترث، لماذا؟ تذكر له السبب. فلان أنت ترث، لماذا؟ تذكر له السبب. لأن الفرائض ليست مبنية على أهوائنا. فلان نحن نحبه فنعطيه من الميراث، فلان نحن بيننا وبينه خصومة لا نعطيه من الميراث، لا، ليست الأمر على أهوائنا. فضابط من يرث من الذكور الأصول. كل من ليس بينه وبين الميت أنثى فإنه يرث. الأب يرث، لماذا؟ لأنه مباشرة يدلي إلى الميت. الجد أبو الأب يرث، واضح؟ الأم ترث، أم الأم، أم الأب. فكل من ليس بينه وبين الميت أنثى فإنه يرث. طيب أبو الأم، أبو الأم تصورون أنتم أبو الأم؟ أمك لها أب، هل يرث منك أبوها؟ لا يرث. ليش تورث أبا الأب ولا تورث أبا الأم؟ أي نعم، أبو الأب ليس بينه وبين الميت أنثى، هو مدلن بالأب فهو أبو الأب، هذا مدلن إلى الميت بأنثى هو أبو الأم. فخلاصة ضابط الأصول أنه من ليس بينه وبين الميت أنثى فإنه يرث. طيب نأتي إلى ضابط الوارثات من الأصول الإناث. كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. أم وارثة، الأم وارثة، أم الأم وارثة، لأنها ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. أم الأم وارثة وإن علت بمحض الإناث. طيب أم الأب ايش رأيكم؟ لا ترث؟ معكم ضابط: كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. هي بينها وبين الميت ذكر، نعم، أم أب، لكن هل قبله أنثى؟ إذن أم الأب وارثة.
أم أبي الأب وارثة لأنها ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. طيب أم أبي الأم، أم أبي الأم بينها وبين الميت ذكر؟ نعم، توافر القيد الأول. مسبوق بأنثى؟ نعم. إذن فهذه لا ترث. طيب أم أبي الأم، إيش رأيكم؟ طولنا عليكم؟ ها؟ أنتم مباشرة إذا نظرتم أن هناك ذكر مسبوق بأنثى أو ذكر بين أنثيين على طول، هذا لا تحتاج إلى أن تفكر ولا أن تعمل ذهنك، هذه ليست واردة. لماذا؟ لأن بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. إذن خلاصة الضابط في الذكور من الأصول أنه كل من ليس بينه وبين الميت أنثى من الأصول فإنه يرث. الأنثى التي ترث من الأصول كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى فإنها ترث. عكس ذلك لا يرثون. نأتي إلى الفروع. الفروع ضابطهم سهل للذكور وللإناث، كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. نعم، لا سيأتي الحواشي ما قد ذكرناهم شيخ محمد، نحن في الأصول حفظك الله. نأتي إلى الفروع. الفروع يقولون كل من ليس بينه وبين الميت أنثى فإنه يرث. الابن يرث، ابن الابن، ابن الابن وارث لأنه ليس بينه وبين الميت أنثى. طيب البنت ترث لأنه ليس بينها وبين الميت أنثى. بنت الابن ترث، بنت ابن الابن وارثة. طيب ابن البنت لا يرث. لماذا؟ لأن بينه وبين الميت أنثى. طيب ابن بنت ابن، ليش ما يرث؟ لأن بينه وبين الميت أنثى. فإذا وجدت في الفروع بينه وبين الميت أنثى فإنه غير وارث. نأتي إلى الحواشي. الإناث من الحواشي ضابطهن سهل، لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات مباشرة. جاءتك أخت شقيقة وارثة، أخت لأب وارثة، أخت لأم وارثة. واضح؟ وارثة. لماذا؟ لأنها من الأخوات. إيش صورة الأخت لأم هذه؟ الخالة هي، يقصدون الخالة؟ أولا الأخت الشقيقة إيش صورتها؟ أختك الشقيقة، نعم هي أختك من الأب ومن الأم. الأخت لأب، نعم أبوكم واحد وكل منكم على أم. أخت لأم، الأم واحدة وهي أبوها شخص وأبوك شخص آخر. الأخت لأم هذه وارثة. طيب لو جاءتكم العمة قالت أنا أخت أبيك وابنة جدك، لا بد أن تعطيني شيئا من الميراث، تقولون لها ليس لك من الميراث شيء، ليس للعمة شيء. لماذا؟ لأنها ليست من الأخوات، ولا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات. المقصود عندما نقول فلان ليس بوارث أنه لا يرث من حيث الأصل، لكن ربما إذا لم يوجد إلا هو فإنه يرث. العمة هذه لو لم يوجد إلا هي خلاص ترث، وهم من يعرف بذوي الأرحام كما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه. فخلاصة ضابط الإناث من الحواشي أنه لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات. نأتي إلى الذكور من الحواشي. كل من ليس بينه وبين الميت أنثى فإنه يرث، أو كل من أدلى إلى الميت بذكر فإنه يرث. الأخ الشقيق وارث، الأخ لأب وارث، ابن الأخ الشقيق ما لكم وارث، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، هؤلاء كلهم ورثة لأنه ليس بينهم وبين الميت أنثى. يأتيكم الأخ لأم، إيش رأيكم؟ وارث مع أن بينه وبين الميت أنثى. هل انخرمت القاعدة؟ لا، لأنه وارث بنص القرآن، هذا وارث بنص القرآن ولا إشكال في إرثه. طيب لو جاءنا ابن الأخ لأم قال أنتم ورثتم أبي وورثتم ابن الأخ الشقيق وورثتم ابن الأخ لأب، لماذا لا تورثونني وأنا حبيبكم وأنفعكم في كذا وكذا؟ نقول ليس لك من الميراث شيء. تمام، ليس لك من الميراث شيء. لماذا؟ لأن والدك هذا الأب الذي هو الأخ لأم وارث بنص القرآن، لو لم يرد النص في إرثه لكان محروما من الميراث لأن بينه وبين الميت أنثى. هذه الضوابط التي تتعلق بالنسب فيما يتعلق بورثة الأصول وورثة الفروع وورثة الحواشي. قال أسباب ميراث نكاح ونسب ثم ولاء. والمراد بالولاء هنا وهو السبب الثالث من أسباب الإرث ولاء العتاقة، وصورة ذلك أن يكون لك رقيق
ثم تنعم على هذا الرقيق بالعتق، فإنه إذا مات هذا الرقيق ولم يخلف ورثة فإنك ترثه. زيد عنده صالح عبد من العبيد فأعتقه، سواء أعتقه في كفارة واجبة أو أعتقه في نافلة لله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة نقول ترثه. فإذا مات هذا الرقيق وهو العتيق المعتق فإنك ترثه. لماذا نورث هذا المعتق من هذا العتيق مع أنه ليس بينه وبينه علاقة نسب؟ لأن هذا المعتق أنعم على هذا الشخص بالعتق. العبد كما هو معلوم في مسألة الولاية لا يولى الولاية، ومسألة الشهادة في شهادته كلام، ومسألة التملك لا يتملك ونحو ذلك، هو مال مملوك يملكه سيده، فإذا اعتقه سيده فإنه يخرجه من ضيق العبودية إلى سعة الحرية، فيخرجه يكون له الولاية، يستطيع أن يتولى في مسألة الشهادة في مسألة التملك، فكونه يخرجه من ضيق العبودية إلى سعة الحرية هذه نعمة يستحق أن يجازى عليها هذا المعتق، فنورثه منه، فيقوم مقام العلاقة النسبية بين الوارثين بالنسب. ولذلك قالوا إن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، عصوبة سببها نعمة المعتق. هناك معتق وهناك معتق أو عتيق، فالمعتق هو السيد الذي حصل منه الإعتاق، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. والولاء سبب من أسباب الإرث، إنما الولاء لمن أعتق. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: الولاء لحمة كلحمة النسب، أي كما يورث بالنسب يورث بالولاء. والإجماع منعقد على أن الولاء سبب من أسباب الإرث. هذه الثلاثة الأسباب هي التي يتم بها التوارث. النكاح لو سمحت، النكاح يورث به من الجانبين، من جانب الزوج ومن جانب الزوج، واضح؟ النسب يورث به من الجانبين وقد يورث به من جانب واحد، كالجدة مثلا مع ابن البنت. لو أنك مت ولك جدة من قبل أمك، أم الأم، هذه وارثة ولا ليست وارثة؟ ليش ترث؟ أي نعم، ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى، فأم الأم ترث من ابن ابنتها لو مات. تصورتم المسألة؟ أنتم طبقوا على أنفسكم. أنا حصلت لي الوفاة بعد عمر طويل إن شاء الله على صحة وعافية وعمل صالح، أمي ترث مني، لكن لو أنها ماتت هل أرث منها؟ لماذا لا أرث منها؟ أنا بالنسبة إليها إيش؟ أنا بالنسبة إليها إيش؟ ابن بنت. هل ابن البنت وارث؟ لا. إذن فقد يورث بالنسب من جانب واحد، كالجدة من قبل الأم مع ابن البنت، والعمة مع ابن الأخ. عمتك لو أنها ماتت فأنت ترثها أم لا؟ ترثها باعتبار أنك ابن أخ، سواء ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب. لو أنك مت ولك ورثة غيرها بالفرض أو التعصيب، هل ترث العمة شيئا؟ فالخلاصة أن النسب قد يورث به من جانبين وقد يورث به من جانب واحد. الولاء يورث به من جانب واحد في مذهب الجمهور، وهو جانب المعتق. فإذا مات هذا العتيق فإن السيد يرثه أو المعتق يرثه، لكن لو أن هذا السيد هو الذي توفي ففي هذه الحالة لا يرثه هذا العتيق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنه إذا لم يوجد غيره فإنه يرث، وكلامه وجيه في الحقيقة، وله في ذلك حديث عبد الله بن عباس يستدل به، فإذا ثبت فكلام شيخ الإسلام لا غبار عليه، لأنه يقول هذا أولى به من بيت المال، لأننا عندما يموت هذا الميت وليس له ورثة وين نذهب بماله؟ نحن سنذهب به إلى بيت مال المسلمين، لأنه جهة الحفظ للمال الضائع والمال المجهول مالكه والمال الذي ليس له مالك، يذهب به إلى بيت المال. أيهما أقرب، عموم المسلمين أو هذا العتيق؟ لا شك أن هذا العتيق أقرب. فخلاصة الأمر أن أسباب الإرث ثلاثة: النكاح والولاء والنسب، ومنه ما يورث به من جانبين ومنه ما يورث به من جانب واحد. من الإخوة رفع يده هنا؟ نعم يا أستاذ حمود. قد أجبنا يعني؟ الحمد لله. وإذا صبر الإخوة قد يأتي أحيانا في أثناء التعليق ما يغني عن السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمة الله عليه: باب موانع الإرث. أخذنا أسباب الإرث والآن نأخذ باب موانع الإرث.
ولا بد أن يعلم أنه لا ننظر إلى موانع الإرث إلا في من قام به سبب الإرث. فشخص ليس بينه وبين الميت سبب إرث لا ننظر هل هو رقيق أو كافر أو قاتل ونحو ذلك، فلا ننظر إلى موانع الإرث إلا في من قام به سبب الإرث. واتبع الناظم البعلي الناظم الرحبي في هذا الترتيب فيما يتعلق بذكر الأسباب ثم ذكر الموانع. ولو أن الناظم البعلي رحمة الله عليه قدم الشروط والأركان لكان أجود، لأن الأركان أقوى ولأن الشروط لا بد من تحققها، لكن اتبع في ذلك الناظم الرحبي رحمة الله على الجميع. أي سأذكر لك هنا في هذه الترجمة الأمور التي تمنع من الإرث. قال الناظم جزاه الله خيرا: موانع الإرث اختلاف الدين والرق والقتل فخذ تبييني. الموانع جمع مانع، والمانع هو الحائل بين الشيئين، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، واحترازات هذا التعريف مبسوطة في كتب الأصول. الناظم يقول موانع الإرث، سأذكر لك الموانع المجمع عليها. ورأيتم في أسباب الإرث أنها ثلاثة، وهنا الموانع ثلاثة، وسيأتينا في الشروط أنها ثلاثة، والأركان ثلاثة، وهكذا. فسمى بعض العلماء هذا العلم الثلاثي، لأنكم تجدون الأسباب والموانع والشروط والأركان كلها ثلاثة. وعلى كل حال هذه من باب التسميات التي لا ينبني عليها حكم. قال موانع الإرث، أي سأذكر لك الموانع المجمع عليها. والمقصود هنا بموانع الإرث أنها تمنع من الإرث بالكلية، فمن وجد فيه مانع من هذه الموانع الثلاثة فإنه لا يرث أبدا. فإذا وجد مانع من موانع الإرث فلا يحصل الإرث لهذا الشخص. هل لا بد أن تجتمع هذه الموانع الثلاثة كلها؟ لا، لو وجد واحد منها فإنه يمنع من الإرث، كما قلنا في الأسباب لو وجد واحد منها فإنه يكفي في الإرث. فموانع الإرث التي تمنع من الإرث بالكلية، وهذا سيأتينا في باب الحجب إن شاء الله، أنها تسمى حجب الأوصاف. فحجب الأوصاف يمنع من الإرث بالكلية، ويتأتى دخوله على جميع الورثة. قال موانع الإرث اختلاف الدين، أي أن دين الوارث يختلف عن دين المورث. الوارث مسلم والمورث كافر، وكذلك على مذهب الحنابلة رحمهم الله لو أن الوارث نصراني والمورث يهودي أو العكس فلا توارث. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فإذا كان هناك اختلاف دين بين الوارث وبين المورث فإنه لا إرث، لأن الإرث أيضا مبني على الولاء، وليس هناك ولاء بين المسلم والكافر. فخلاصة الأمر أن اختلاف الدين من الموانع التي تمنع الإرث، سواء كان اختلاف الدين بالإسلام والكفر أو كان بين أنواع الكفر وملله. وذلك لأن الحنابلة رحمهم الله يرون أن الكفر ملل، فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة ونحو ذلك. والخلاف في هذه المسألة معروف، هل الكفر ملة واحدة أو ملل ثلاث أو ملل متعددة؟ الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن الكفر ملل، وكلامهم لا غبار عليه إن شاء الله. إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى والصابئين، فذكر الله عز وجل عددا من الأديان ومن الشرائع وجعلها بالواو التي تقتضي المغايرة بين ما قبلها وما بعدها. فلو أن مسلما توفي وله ابن نصراني لا يرثه، لو أن الأب توفي لا يرثه الابن، لو أن الابن توفي لا يرثه الأب، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وكذلك أهل الذمة فيما بينهم والكفار فيما بينهم. فخلاصة هذا الأمر أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، فإذا حصل الكفر فإنه لا إرث. هناك حالات عند الحنابلة رحمهم الله استثنوها من اختلاف الدين، لا حاجة إلى أن نتطرق إليها لأن الناظم لم يذكرها ولم يتطرق إليها. قال موانع الإرث اختلاف الدين والرق والقتل. الرق مانع آخر من موانع الإرث، فلو أن لك ابن رقيق أو لك أخ رقيق ونحو ذلك فإنه لا يرثك. فالرق مانع من موانع الإرث، فلا يرث الرقيق ولا يورث. لو أن هذا الرقيق توفي فإنه لا يورث، لو أن قريبه توفي فإنه لا يرث. لماذا؟ لأن هذا الرقيق لا يملك، لو أننا ورثناه سيصبح ماله لمن؟ لسيده. وهل بين هذا السيد وبين هذا الميت سبب من أسباب الإرث؟ الجواب لا.
فلا نورثه، لأن الرقيق وما ملك ملك لسيده، وإذا ورثناه من قريبه فإن المال سينتقل إلى السيد، وليس بين السيد وبين هذا الميت سبب من أسباب الإرث. قال والرق كما هو معلوم عند العلماء هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. عجز حكمي أي منعه الشارع من التملك ومنعه الشارع من التصرف، وليس معناه أنه لا يستطيع أن يتكسب، فإن الرقيق قد يكون قوي الجسد مفتول العضلات، لكنه عاجز عجزا حكما حكم عليه الشارع بأنه لا يتملك. ولذلك لو أنه اكتسب ماله لمن؟ لسيده. ففي هذه الحالة الرقيق لا يعتبر وارثا، والإجماع منعقد على أن الرقيق لا يرث. والأدلة الدالة على مواريث الورثة باللام الدالة على التمليك تدل على أن الرقيق لا يرث، لأنه لا ملك له، حتى لو ملك فإنه في هذه الحالة لا يتملك، ولأن ما في يده سينتقل إلى سيده. الرقيق بأنواعه لا يرث ولا يورث، اللهم إلا المبعض عند الحنابلة، والمبعض هو من بعضه حر وبعضه رقيق، فإنه عندهم يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وهذا سيأتي لعلنا إن شاء الله عند المسائل نأخذ شيئا من الضوابط أو من المسائل التي يتبين فيها كيف يرث ويورث المبعض. المانع الثالث من موانع الإرث وهو القتل. والمقصود بالقتل القتل للمورث، وليس معناه أنه يقتل أي شخص فنمنعه من الإرث. لو هلك هالك عن ابن قاتل لرجل آخر هل يدخل معنا؟ لا يدخل معنا، إنما المقصود به القتل للمورث. لو أن ابنا قتل أباه ففي هذه الحالة نقول هذا داخل معنا، هذا الابن ليس له شيء من الميراث، ليس لقاتل شيء، والإجماع منعقد في الجملة على أن القتل مانع من موانع الإرث. ولأن هذا القاتل تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، استعجل ميراثه، قال هذا الشيء بطول علينا ونحن نريد أن، خاصة إذا كان أبوه بخيلا ممسكا، ففي هذه الحالة يقول هذا الشيبة قد طال في العمر ونحن في شظف العيش ونحو ذلك، فيقتل أباه. في هذه الحالة نقول ليس لك من الميراث شيء. والقتل عند الحنابلة رحمهم الله الذي يمنع بجميع أنواعه إلا القتل بحق. فلو أنه قتل مورثه قصاصا الحنابلة يقولون يرث أنه قتل بحق، صال عليه مورثه فلم يندفع إلا بالقتل فقتله يرثه، وإلا فجميع أنواع القتل عند الحنابلة لا يحصل الإرث للقاتل بها، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ. لو أن إنسانا رجع مثلا بالسيارة على ولده وهذا الولد له مال له تركة فمات، الحنابلة يقولون لا يرث. ليش يا جماعة؟ الرجل لم يقصد ذلك، قتل خطأ. امرأة في الليل ترضع صبيها فمثلا حصل له مثلا كتم نفس أو نحو ذلك فمات، قالوا لا ترثه. ليش لا ترثه؟ نجمع عليها مصيبة الفقد ومصيبة عدم التركة، يقولون نعم، سدا لباب الذريعة حتى لا يحصل القتل عمدا ويدعي أنه خطأ. وعلى كل حال فقول الأصحاب فيما يتعلق بقتل الخطأ قول فيه منازعة وقد لا يخلو من نظر، ولذلك اختار الإمام ابن القيم رحمه الله أن القاتل يرث عن القاتل خطأ، يرث من المال ولا يرث من الدية، لأن الدية واجبة عليه فدية مسلمة إلى أهله لا نورثه منها، إنما يرث من غير الدية. وهذا كلام له وجه، وفيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك، وإذا ثبت هذا الحديث فكلامهم لا غبار عليه. انتهى الوقت ما شاء الله. إذن هذه الموانع الثلاثة هي المجمع عليها: اختلاف الدين والرق والقتل. المقصود بالموانع من الإرث أنها مانعة من الإرث بالكلية، فلو أن الوارث كافر ليس له شيء من الميراث، لو أنه قاتل ليس له شيء من الميراث، لو أنه رقيق فليس له شيء من الميراث. وهناك منها ما يمنع من الجانبين من الإرث من جانبين، ومنها ما يمنع الإرث من جانب واحد. اختلاف الدين يمنع من جانبين أو من جانب واحد؟ من جانبين. الرق يمنع من جانبين، الرقيق لا يرث ولا يورث. طيب القتل يمنع من جانب القاتل فقط. لو أن شخصا طعن أباه ولكن أباه لم يمت فذهب به إلى المستشفى مثلا ونزل يأخذ من الصيدلية دواء فصدمته سيارة فمات هذا الولد، يرثه أبوه ولا يرثه؟ يرثه ولا عاد في المسألة نظر؟
يرثه. لماذا؟ لأن القتل مانع من جانب القاتل. لو أن هذا الأب مات فإن قاتله لا يرث منه، لكن لو أن هذا القاتل توفي قبل المقتول في هذه الحالة يرثه إذا كان بينه وبينه سبب من أسباب الإرث. الناظم هنا ذكر الموانع المجمع عليها، وهناك موانع مختلف فيها لا حاجة إلى أن نتطرق إليها. قال الناظم رحمة الله عليه: باب أركان الإرث، أي سأذكر لك في هذه الترجمة الأركان التي لا يتم التوارث إلا بها. وهذا الباب لم يذكره الرحبي رحمه الله، إنما أضافه البعلي، ولو قدمه على الأسباب والموانع لكان أجود كما أشرنا إلى ذلك. قال: أركان إرث وارث مورث موروث مال هاك يا مورث. أركان الإرث ثلاثة بالإجماع، ملخصها مورث ووارث وحق موروث. المورث هو من انتقل المال منه إلى الحي. المورث عندنا هو الميت الذي رحل عن هذه الدنيا وينتقل ماله إلى من بعده. الوارث هو الحي الذي ينتقل المال إليه. الحق الموروث هو التركة أو المال الذي خلفه الميت. فالناظم هنا يقول أركان إرث، أي لا يتم الإرث إلا بها، ولا بد من توافر جميع هذه الأركان. الأركان لا بد من توافرها كلها. لو أنه لم يكن هناك مورث، هذا المورث حي، هل هناك إرث؟ ليس هناك إرث، لأن ماله ملك له. لو أن المورث توفي لكن ليس له ورثة، هل هناك إرث؟ ليس هناك إرث. طيب المورث توفي والوارث موجود وحي لكنه فقير معدم ليس معه تركة، هل هناك إرث؟ طيب المورث توفي وله تركة لكن ليس له وارث، مقطوع من شجرة كما يقال، في هذه الحالة هل هناك إرث؟ لا، نذهب بماله إلى بيت المال. والمتصور أنه ليس له وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب ولا بذي الرحم كما سيأتي معنا، كما يقال مقطوع من شجرة تماما. ففي هذه الحالة ليس هناك إرث، لا بد من أن يكون هناك مورث وأن يكون هناك وارث وأن يكون هناك حق الموروث. المورث هو الذي ينتقل منه المال إلى من بعده، الوارث هو الذي ينتقل إليه المال، سواء كان هذا الوارث كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، مريضا أو صحيحا، عاقلا أو مجنونا. ولا المجنون لو أن شخصا له وارث مجنون لا يرثه؟ ايش رأيكم، تورثونه ولا تورثونه؟ نعم يرث، ووليه والوصي أو الولي عليه القائم عليه هو الذي يقوم بإدارة ماله. طيب لو أن هذا الوارث عاق لوالديه، هو ليس بارا بأبيه أبدا، وقام أبوه وكتب في وصيته أن هذا الابن لا يرث من مالي شيئا، ايش رأيكم؟ سواء كان بارا أو عاقا، عقوقه على نفسه، يحاسبه الله على عقوقه، هو آثم بعقوقه لكنه وارث. ولذلك فبعض الناس عندما يجد في نفسه على ابنه أو يكون ابنه غير بار به يكتب في وصيته أن فلان أو فلانة ليس لها شيء من التركة، هذه الوصية لا تنفذ وليست شرعية، لأنه ينتقل المال من حين الموت إجبارا إلى ملك الوارث. وكذلك لو كانت أنثى، خلافا لما يفعله أهل الجاهلية في القديم ومن يحيي سنن الجاهلية في الحديث، الذين لا يورثون النساء والعياذ بالله، يقولون النساء ليس لهن ميراث، وبعضهم يقول هذه البلاد للنساء فيها إرث وهذه ليس لهم فيها إرث. المعمرات التي قائمة أسوامها وعرومها هذه يرث النساء فيها، لكن الفيوش والأراضي الكبيرة التي هي حدود القبيلة التي يقوم الغرامة ويحاربون عليها هذه ليس للنساء فيها شيء. هذه جاهلية، إعادة لجاهلية أبي لهب وأبي جهل الأولى بأخلاق الإسلام وبأفعال بعض المنتسبين إلى الإسلام، هذا أمر لا يجوز. فالخلاصة أن الوارث يرث سواء كان ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، صحيحا أو مريضا، بارا أو عاقا. هذه أركان الإرث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه، وهي ثلاثة إجماعا. قال الناظم جزاه الله خيرا: باب شروط الإرث، أي سأذكر لك الشروط التي لا بد من توافرها لحصول الإرث، وخلاصتها حتى نلخصها قبل قراءة كلام الناظم: تحقيق أو تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما أو تقديرا. الأمر الثالث، وهي تتشابه مع الأركان. الأمر الثاني أو الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء حكما. والشرط الثالث العلم بالجهة التي تقتضي الإرث، إيش السبب والعلاقة بين هذا الميت وبين هذا الوارث الحي من الأسباب التي يتوارث بها.
قال الناظم جزاه الله خيرا: شروط إرث صحح تورثي، تحقيق موت ذلك المورث، كذاك تحقيق وجود وارث، وعلم جهة اقتضى التوارث. الشرط كما هو معلوم هو العلامة، وأما في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يقول الناظم: شروط إرث صحح، أي سأذكر لك الشروط التي يصح بها الإرث، فهذه الشروط الثلاثة لا بد من توافرها لحصول توارث صحيح بين الوارث وبين المورث. قال: شروط إرث صحح تورثي، أي يشترط لصحة الميراث أو لصحة الإرث 3 شروط. الأول تحقيق موت ذلك المورث، أي أن نتحقق من موت المورث. وكيف نتحقق من موته؟ إما بمعاينة، بمشاهدة، أن نراه مثلا وهم يدخلونه في اللحد، أو أن يستفيض الخبر أن فلانا مات، أو باستفاضة، أو بشهادة عدلين. هذه 3 طرق يعرف بها تحقق موت المورث، إما بمشاهدة ومعاينة، وإما باستفاضة، وإما بشهادة عدلين. واضح؟ هذا نتحقق به من موت المورث. أو نلحقه بالأموات حكما، كالشخص المفقود بعد مدة التربص التي يحددها القاضي. شخص غاب عن أهله للتجارة مثلا فانقطع خبره، حدد القاضي له سنة أن نبحث عنه في خلال السنة، انتهت السنة، هذا نلحقه بالأموات حكما، مع أنه من المحتمل أن يكون حيا، ففي هذه الحالة نلحقه بالأموات حكما. فالشرط الأول أن يتحقق موت المورث، أو أن نلحقه بالأموات حكما. والدليل على هذا الشرط قول الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد، فشرط الله في الإرث هلاك المورث، فلا بد أن يهلك المورث، والإجماع منعقد على هذا الشرط. وقد جعل الله الإرث مما يتركه المورث، والأصل أن المورث في حال حياته المال ملك له. قال الناظم جزاه الله خيرا: تحقيق موت ذلك المورث، كذاك تحقيق وجود وارث. الشرط الثاني أن نتحقق من وجود الوارث، والمراد أن نتحقق من وجوده بعد موت المورث. والطرق التي نعلم بها موت المورث هي التي نعلم بها حياة الوارث، إما أن نشاهده ونعاينه، بعد أن مات أبوه شاهدناه وعايناه يستقبل العزاء في أبيه، خلاص هذا نتحقق من حياته. الاستفاضة، استفاض عند الناس أن فلانا حي بعد وفاة أبيه، أو أن يشهد عدلان. فالثلاث الطرق التي يعلم بها حياة الوارث هي التي يعلم بها موت المورث. وكذلك نلحقه بالأحياء حكما أو تقديرا. حكما كالمفقود في مدة التربص، المفقود الذي غاب عن أهله وحدد له القاضي سنة، خلال السنة هذا نعتبره حيا، فنلحقه بالأحياء حكما، مع أن من المحتمل أنه قد مات. وكذلك الحمل نقدره حيا في بطن أمه، لو أن امرأة حامل فاعتدى عليها أحد، ففي هذه الحالة أسقطت جنينها بسبب هذا الاعتداء، هذا فيه الدية، فيه 5 من الإبل، فيه عبد أو أمة. واضح؟ فيقدر هذا الحمل حيا لكي نملكه هذه الدية، ثم بعد ذلك يرثها منه ورثته. ففي حال الاعتداء على الأم يجب فيه نصف عشر الدية. فالأمر ليس بالسهل أن تعتدي امرأة على صاحبتها مثلا فيسقط جنينها، فيأتون يقولون نحن آسفون، جزاكم الله خير على الاعتذار، لكن تلزمكم الدية، عبد أو أمة ويلزمهم فيها نصف عشر الدية. فالشرط الثاني تحقيق وجود الوارث أو إلحاقه بالأحياء تقديرا. قال: وعلم جهة اقتضى التوارث، وهذا أمر مهم، وهو أن يعلم الحاكم أو القاسم الذي يتولى قسمة التركة ما هي الجهة وما هو السبب المقتضي والموجب للإرث. لا بد أن يعلم الجهة، ما هو السبب والعلاقة بينه، هل هي امرأة زوجة له، هل هو زوج لها، هل هو قريب بالنسب أم هو مولى ومعتق. فإذا علمنا جهة القرابة فإننا نعلم نوعها، جهة بنوة، جهة أبوة. إذا علمنا الجهة فإننا ننظر إلى درجة القرابة، الأخوة مثلا ننظر هل هو أخ شقيق أو أخ لأب ونحو ذلك، لأن الورثة إذا ازدحموا وإذا كثر الورثة فإنهم لا يرثون جميعا، إنما يقدم بعضهم على بعض. فهذا الشرط الثالث دليله الأدلة التي دلت على إرث الورثة، فإنها تدل على وجود سبب بينهم وعلاقة توجب هذا الإرث، والإجماع منعقد على أن ذلك شرط من شروط الإرث. وكذلك ما جاء في
التحذير من القضاء على جهل، فإن من قضى وهو لا يعلم بالعلاقة والسبب المقتضي فإنه يعتبر ظالما ومورثا لمن ليس بوارث. ولعل الوقت انتهى، ما شاء الله نقف إن شاء الله عند من يرث من الذكور. السؤال هذا عن ما يتعلق هل يجوز للوالد أن يوصي وعاد حي لأي واحد من أولاده بأي حاجة للولد من أولاده، هل هذا جائز أم لا؟ ذكرنا في بداية الحديث أن الوصية للوارث لا تجوز إلا إذا أجازها الورثة، فإذا أجازها الورثة فإن ذلك جائز. ومتى يجيز الورثة؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون يجيز بعد موت المورث، لأنه ينتقل المال إليهم بعد موت المورث، وقد يستحون من مورثهم يجيزون حياء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه في مرض الموت أيضا يكون الإجازة، والمذهب في هذا أجود. نعم. مسألة اختلاف الدين، العبرة وقت موت نعم. أو لو أسلم بعد موته قبل التقسيم. الحنابلة رحمهم الله يقولون إذا أسلم القريب بعد موت المورث قبل قسمة التركة فإننا نورثه. لهم في ذلك أدلة، ومن تعليلاتهم نرغبه في الإسلام، لأننا لو قلنا له أنت إذا أسلمت فإنك لا ترث يمكن يقول أنا خلاص أبقى على ملتي. ولكن كلام الجمهور في هذا أجود، أنه إذا مات وانتقل المال إلى الورثة قبل إسلامه فإن المانع قائم. على كل حال نسأل الله العون، والله سبحانه وتعالى أعلم. فيه إشكال يا أخوان أو إضافة عندك شيء يا محمد؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين.